بالعرق. لقطة بنشوفها لشيكابالا والجمهور الزمالك بعد ما الزمالك بيكسب أي مباراة أو بيكسب أي بطولة، وهي إن الزمالك بيكسب بعرقهم. هرد على الأكذوبة دي ومش جايب لك هنا لقطة تحكيمية فيها حالة جدلية هقول رأيي أو حكم هيقول رأيه فيها أو أنت هتقول وجهة نظرك. أنا جايب لك تصريحات زملكاوية بترد على الأكذوبة دي وبتعرفك الزمالك مبدأه ايه في المكسب، بتعرفك ازاي الزمالك بيدور على اي حاجه فيها عدم نزاهه علشان يكسب. بس ما تنساش يا صديقي ما دام وصلك الفيديو تدعمنا بلايك وكومنت. اللايك هو وسيله دعمك الوحيده على اليوتيوب، والمحتوى ده كويس او مش كويس علشان يرشحه لغيرك. هنبدا من النهايه، والنهايه كانت مباراه الزمالك امبارح في الكونفدراليه في دور الاربعه، وبتصريح او بفيديو لاحمد سيد زيزو، ونشوف الفيديو ونعلق عليه. الجمهور يجوا على الحكم، مش تشجيع بس، خليهم يجوا على الحكم. احمد سيد زيزو في الفيديو ده زي ما انت شايف بيتكلم لجمهور الزمالك، بيوجه رساله لحد ان انت لازم تقول للجمهور يزوم على الحكم. الكوره مش تشجيع بس، زوم على الحكم علشان هيغلط. ما عنديش مشكله ان الجمهور يزوم على الحكم، بتحصل في اي حته في العالم، بس بيزوم على الحكم علشان ياخد حقه. لكن زيزو هنا بيطالب ان الجمهور يزوم على الحكم علشان الحكم يغلط. عارف لو زيزو بيقول زوم على الحكم علشان الحكم يكون عادل ويفوق ويحكم بشكل فيه امانه، لكن زيزو طلبوا في الفيديو ان انا زوم على الحكم علشان الحكم يغلط. ومعنى ان الحكم يغلط لصالح الزمالك ويحسب ضربة جزاء للزمالك او يحسب جول للزمالك. المهم ان يكون في حالة للزمالك. ما مش معقول زيزو كابتن او لاعب الزمالك الاسطوري هيطلب ان الحكم يغلط ضد الزمالك. نربط الحدث ده ونربط الفيديو ده بفيديو زيزو وهو بيتكلم مع لاعب من الزمالك، وبيتكلموا عن مباراة كان بيلعب فيها الزمالك مع تقريبا فريق وادي دجله، واللي كان واقف حارس مرمى محمد عبد المنصف. وزيزو بيكلم لاعب الزمالك وبيقول له ان هو هيلعب الكرة ركنيه مره واحده، وانا كلمت اوسه هنجيب جول. شوف الفيديو، او هو مدته 20 يعني مفيش 5 ثواني. زيزو وهو بيطالب لاعب الزمالك او بيقول له انا كلمت عبد المنصف هنجيب جول. واضحه للجميع لغه الاشاره بتاعه زيزو. نربط ده بحدث تاني حصل من زيزو في مباراة تقريبا كانت مباراة فيوتشر برضه في الكونفدرالية، وزيزو بيقع خارج منطقة الجزاء وبيكمل داخل منطقة الجزاء، وبيقوم بعد كده يطالب بضرب الجزاء، والكورة لا فيها خطأ من بره ولا خطأ من جوه. لكن مبدأ زيزو هو عدم النزاهة، زي مبدأ أي زملكاوي اللي هو أنا هكسب بأي شكل بأي طريقة، الحكم يحسب لي ضربة جزاء، الحكم يعطي لاعب طرد، المهم ان انا هكسب. والفيديو واضح قدامك، محدش قرب من زيزو نهائي. نراجع بقى كل ده ونيجي على الحاجات اللي بعد كده او اللي قبل كده، ونرجع لتصريح واحد زي اسامه نبيه. وبالعرق زي ما قلنا الزمالك بيكسب بالعرق. الزمالك ما عندوش مشكله في المكسب مادام بياخد حقه ومادام بيلعب بعرق وبيلعب بشهامه ونزاهه. شوف تصريح واحد زي اسامه نبيه من فترة من الفترات من 3-4 سنين، طلع واعترف بنفسه، والفيديو موجود، فيديو وصوت وصورة وكل حاجة. هو بيتكلم على ان كان في مباراة للزمالك مع غزل المحلة، والزمالك تقريبا كان محتاج ان هو يكسب، كان مباراة في الكاس، وهنا قلبه ما طوعوش ان هو يسجل هدف في الزمالك. كرة جات له مرة واثنين وثلاثة، وبيقول للكابتن ابراهيم حسن شيل الكرة من قدامي. قلبه مش مطوع ان هو يشوط الكرة على مرمى الزمالك ويسجل هدف. وده اعتراف واضح ان فيه مكسب للزمالك بعدم نزاهه من ابن من ابناء نادي الزمالك اسامه نبيه. هتقول لي ده الزمالك مش مسؤول عنه، هقول لك ده ابن من ابناء نادي الزمالك، وبعد كده اشتغل في الزمالك، وشخصيته اتربت جوه نادي الزمالك ومبنيه على التفويت والمكسب بعدم نزاهه، مش المكسب بعرق. ده لو متربي على ان المكسب يكون بعرق اكيد كان هيسجل هدف في الزمالك مادام اتيحت ليه الفرصه. نسيب الكابتن اسامه نبيه وندخل بعد كده على واحد زي فاروق جعفر. كابتن فاروق جعفر في تصريح على قناه الزمالك قال لك الحكام في افريقيا كانت بتيجي وبنعمل لهم شوبنج في بورسعيد، وبعد كده الحكام دي بتيجي تقعد مع كابتن الفريق قبل المباراه وبتساله عن اللي هو عايزه داخل المباراه، ضربه جزاء ولا طرد. اديك اختيار، عايز ضربه جزاء ولا تطرد لك لاعب من الفريق الخصم وبعد كده تكسب المباراه بنفسك وهسهلها عليك.
وده دليل على ان الزمالك بيكسب بمحايلات وبرشاوي وبعدم النزاهه، مش بالشرف ومش بالعرق زي ما هو موضح لك. دي حاجات وتصريحات صوت وصوره وفيديوهات، مش حاجات فيها اراء تحكيميه. مش هقول لك ان بعد كده طرد محمد يوسف في السوبر الافريقي في افريقيا من حكم كان مرتشي، بعد كده اكتشف ان هو كان مرتشي ب 10 سنين وهو باتريس ماتابيلا. لكن في النهايه دي تصريحات من الزملكاويه. اربط كل الاحداث دي ببعضها هتعرف ازاي الزمالك بيكسب بعرق، هتعرف ازاي الزمالك بيكسب فعلا بعدم نزاهه وبعدم شرف. اربط ده مثلا باللعيبه او اداري بيخفي الكور وبيلم الكور في مباراه الاهلي والزمالك الاخيره علشان الاهلي ما يتعادلش، بيلم الكور، وقارن ما بينها وما بين اكرم توفيق وحاله اكرم توفيق وهو اللي بياخد الكوره، والزمالك متعادل. مش الزمالك مثلا متقدم وعايز يلعب بسرعه، الفرقتين متعادلين واكرم توفيق بياخد الكوره بسرعه بيديها للسناري علشان يلعب بسرعه، حتى والاهلي مش خسران، ده الاهلي كان متعادل وعادي جدا. هتعرف ان الاهلي بيلعب بنزاهه والزمالك بيلعب بنوع من المحايله ونوع من عدم النزاهه، حتى لو كسب في مباراه الاهلي من غير اي اخطاء. لكن في النهايه في تربيه للاطفال ان انت تلعب وتكسب بعدم نزاهه، وده حصل في مباراه الكونفدراليه امبارح. كمان اللعيبه الصغيره او العيال الصغيره بتدخل الاستاد بامر من الاداري نفسه ان هو يدخل يهز الشبكه ويشوش على الحارس ويفك السحر. ده شفناه امبارح كلنا، كان موجود في مباراه الزمالك امبارح، مع كمان دعم جمهور الزمالك اللي مش رافض الحاله والاحداث اللي بيعملها عامل غرف الملابس اللي اسمه ميلا. شوف جمهور الزمالك دعمه ازاي قبل المباراه، وكأن اللي بيعمله صح وكأن اللي بيعمله طبيعي. دي حالات بس بسيطه كده جمعتها علشان تعرف ازاي الزمالك بيكسب بالعرق، ازاي الزمالك او العرق بيكون موجود بشكل مبالغ فيه جدا في ماتشات الزمالك، لدرجه ان هم عايزين الحكم يغلط ويحسب لهم حاجه بيفوتوا ماتشات، الحكم بيسالهم ضربه جزاء ولا طرد. وكمان مع عامل غرف الملابس اللي بيخلي العيال الصغيره كان شكلهم وحش جدا، والحكم طالع يجري وراهم او طالع يقول لهم عيب يا حبيبي، عيب يا ابني، ما تعملش كده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. اتمنى من كل واحد يشوف الفيديو ده، ولسه اول مره بشوف القناه تشترك في القناه وتفعل الجرس، تسيب لايك كومنت الفيديو، وان شاء الله اوصل لكم كل جديد.